الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأفاضل، في الجمعة الماضية قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى زوجته وقال لها: قد حصل لي شيء. فهي قالت في حق الرسول أوصاف جميلة جدا: أنت رجل هكذا هكذا هكذا، تحب الضيوف، تعين الفقراء، فصفات جميلة جدا. قال فهي تقول: الذي يحمل هذه الصفات لن يسلط الله عليه لا الجن ولا الشياطين. ولكن هي تعمل شيء آخر. كان في مكة رجل اسمه ورقة ابن نوفل، كبير في العمر وله اطلاع على الكتب السابقة، التوراة والإنجيل، قرأ قليلا منهم وله معلومات، وهو كان من الحنفاء، ليس مشرك. فهو والذي قبله، كان هناك 4-5 أشخاص في مكة قبله، كانوا يقولون لأهل مكة: لستم على دين إبراهيم، قد انحرفتم عن دين إبراهيم، نحن على دين إبراهيم. ولكن لم يكونوا يعلموا كثيرا، ولكن الذي كانوا يعتقدون بأن أهل مكة أصبحوا مشركين، فهم يقولون: لا نعبد الأصنام، ولكن كيف سنؤمن بالله وكيف نتبع دينه لا ندري، لا يوجد هناك معلومات. فخديجة رضي الله عنها أرسلت إليه فأتى، فهي تقول: محمد يقول هكذا. فهو حينما يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن أخي، لا جن ولا غير ذلك، قد أوحي إليك. وهو يستعمل كلمة كان يستعمل في التوراة والإنجيل: قد أتى إليك الناموس. كلمة ناموس أي جبريل، أتى إليك الوحي، لا تخف، هذا لا علاقة له بالجن. إذا سيدتنا خديجة رضي الله عنها من ناحية تقول للرسول بأنك رجل لا يقترب إليك الجن، ومن ناحية أخرى تبحث عن الحلول لنرى ماذا حصل. فالذي يحصل هو بأنه أتى إليه الوحي، هكذا يقول له ورقة ابن نوفل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم خلاص، لا نقول كان في شك، ولكن بدأ يفهم ماذا يجري له، بدأ يفهم ماذا يجري. برايد عزيز، حفتاد شوي ما بحث كلمة قول بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات مالكو ليه بترسكي هاتك، يعني تشتكي ظلامك ديتو قوت ور حاصل بخينا ويجي قوي أنا ظانم دمك هات مالكو. حضرتي خديجة كشناويش خديجة راقو والله تشتكي من بيه، تشتكي هات سري من خديجة فهم كر، يعني وقا بيجا جن وشيطان تشتكي هات ببلا سرم، يعني تشتكي من نديتي حتى أنا أبيا خديجة جرا چند تشتكي خوش كتابي روات حفتاد شوي دم قو پیغمبر را گفت انسان کی آلیکاری فقیرات کی اقربای خورا باشی تمیوانات بی مال خو، انسان یک محتاج و بلا و مصیبت کی به ت دست خوی آلیکاری درجه ملتت کی، یعنی خودی اخلاق کی گلک مازن دنوا انسان دا. اوه خودی اخلاق کی مازن بدنوا انسان دا، اخلاق رحمت و اوالتی و جیرانتی و اقرباتی، خدا نه جنا نه شیطان آری دا ناشینه ت نترسه. وی دا ماهنه دا المکه دا یک شخص که بتن الحیات ما بو، اوی که هنکی زانبو نوی دینی هبو، نوی ورقه کره نوفل بو، ورقه بو، عمری مازن بو، تورات و انجیل خوانده بو. خدیجه خبر که چینت به براوره دمکه دا چند حب پیدا ببون، اوی وان داویجی ورقه بو، اوی که جملت مکرات گوتن والله یوکش بونه کافر، دینه و نه دین حقه، دین ابراهیم نه اوه، امسر دین ابراهیم اللي امزیده جنزانم. جم شركة روهاد قوتن تقول ونه سر دين خدانا دين حق ابننا، يعني دين حق نافع لإراس تام شيء مويج نزانا. إجا أبيات خديجة جراد بي والله محمد تشتكى واكنو ديتيا قهداريت كا دبي مزجيني اشترى أبيا ناموسا مازن هاتيا، كلمة عربية قلت ناموس يعني وحي، يعني جبرائيل اشترى هاتيا. كلمة ناموس التوراة وإنجيل ده هاتيا خبطاندن، أو في تشتكي بيجا، يعني تشتكي ترسيتنا والله وحي اشتراهاتيا تهدي بي پیغمبر وی نبوت آن اشتراهات. بلکه جانا ملت بيجا چه پیوست کر هر جمع قی نظام بو پیغمبر، ای نظام بو پیغمبر، حتی که اعلان یاد کرنه کتبو به پیغمبر. يعني دست به که ده تماشا کن خدیجه رضی الله عنها چه قاسالی کاری ظلام خود کرد سری درجه دبی ام فهم بکن جا چه هاتی سری بی ظلام هانه. ان شاء الله جنه ما ایروجی خدی بی عقله هانه بن ان شاء الله. امر آخر، ورقه يقول للرسول شيئا: يا ليتني كنت شابا حينما يخرجك قومك من بلدك، شيء لم يحصل بعد. فالرسول يقول: أو مخرجيهم أي سيخرجونني من البلد؟ يقول: نعم، لم يأتي نبي بمثل ما أتى إلا وأخرجوه أو قتلوه. قال: سيخرجوك.
ويا ليتني كنت شابا أدافع عنك حينما يخرجوك، متى سيكون لا أدري، ولكن سيأتي عليك هذا. هذا كذلك ما كان يعلمه ورقة ابن نوفل في حق الأنبياء. الأنبياء يأتون فقومهم يجبرونهم على الخروج، ونحن نعلم سيدنا إبراهيم كيف ذهب وتجول، أخرج من هنا وذهب إلى هناك وإلى هناك. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعجب: سيخرجونني؟ قال: نعم، يخرجوك من بلدك، سيريد قتلك، ولكن ستختار حلا آخر تخرج من عندهم. هذا هو. تشتكي دنيج دي ورقش پیغمبر تشتكي گو خوزي از گنج بوما قوتم خوش بونا وقت گوانه در خستانا گوانه تش باجار خودرخن. پیغمبر عجب ما گوانه مدرخن گوهره گوهر پیغمبر کی وقت هاتی قوم وانوی در خستنه، یعنی بوکش نیا درخن چارتنه، یعنی گویت درخن. اویاجی ام چی فهمت کن که ورقه خواندنای باش بزانه بو تاریخ پیغمبر چه وابیه چه هاتیه سریوان پیغمبر چه اذیت و ظلمه دیدنه بیا باش تزان بو. اویاجی استاد بجن لی پیغمبر جی عجب ما و ورقه گو خوازی وقتا کوانا تا درخن از گنج بو ما قوتا من هبونا التا خودی درکتا من تبه پاراستم دفاعتا بکرا، ولكن في دمانه دا ورقه مر ورقه پیغمبر نبوتا اعلان پیغمبری ندی اختیار بو مر نگشته. شيء آخر حصل للرسول صلى الله عليه وسلم أو حصل في نحن نقول فترة الوحي، توقف مدة من الزمن الوحي، لم يأتي وحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك خلاف بين العلماء، أحيانا نحن نقول خلاف بين العلماء، لا تقول لماذا في هذه الوقت لم يكن هناك أمور يكتب ويبحث وهكذا، وخصوصا بأن الرسول لم يعلم بعد بأنه رسول حتى الناس يحفظوه ماذا قال. لذلك هناك خلاف كم كان فترة الوحي، الوحي الأولى أو الوحي الثاني، يوم، يومين، 10، 20، 5، كم شهر. ولكن القول الراجح الذي يطمئن إليه القلب أنه عدة أيام، أسبوع، أسبوعين، 3، لا ندري. طيب ما الحكمة في ذلك حتى يذهب الخوف عن الرسول ويهدأ؟ خلاص بدأت أفهم ماذا يجري. فهذا هو. وهناك من يقول كان المدة أطول، ولكن العلماء يقول لسنا مع الذين يقولون المدة أطول، مدة قليلة يعني لم يكن، ولكن عدة أيام، كم يوم لا ندري. وهناك أمر آخر أحب أن أقول لكم، لأنكم إذا قرأتم كتابا حتى تستطيعوا أن تفهموه وتشرحوه، هناك بعض الروايات أو بعض الكتب يقول بأن الرسول امتد فترة الوحي أو انقطاع الوحي، فالرسول بدأ يقول ماذا يجري، يقول كأنه يحب أن ينتحر. فأمور غير صحيحة في هذه الأمور. أو الذي يقول هذا ربما يقول بأن الرسول كان يتألم كثيرا، ربما يأتي من هذا، لأن هناك آية كريمة: فلا تذهب نفسك حسرات عليهم، مثل هذا ربما يكون مثله يعني. فأمور مثل هذا، ولكن الراجح لم يجري هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. تشتكي دنيجي تشتكو أنبيجن پیغمبر صلى الله عليه وسلم وحي عول جيرهات وهدي فهم كرواي مسألة چيه دويدا چان روجاكي وحي سكني، چان روجاكي وحي سكنيش پیغمبر نات روجي امن زانن، يعني هناك قوتيه مهكي دمه، هناك قوتيه 5-6 مه، هناك قوتيه روكي درو هفته كي ده هفته، يعني دمك نقلك درجه ام تكارم بجن هفته كي ده هفته. حكمتي ويجي چيه؟ حكمتي وي كو پیغمبر صلى الله عليه وسلم او كينو او ام بجن شوق عول او درس عول كهات او وحي عول جرهات او ترسانه سر پیغمبر رابه هدي فهم كم مساله چيه، يعني احتمال كم ازن خو بشكي توب بك، يعني تري جانا تشتكي تسري انسان خطوبت كهدي تبر عقل مره سر من، او احتمال كم ازن ابا كدي تشتكي ديتنا تشتكي ديج هناك كتابه دا درباست به فتره وحي، يعني نهاتنا وحي هناك دريج بو پیغمبر جوا عاجز بو دو حاجه باز چبكم هرم خد چیا كده بابجم اوانا طبعا پیغمبر خبردان نگوته، بلکه دلی تشتکی وسوسه زرا چکر، اما وانا گش نراست بپرانی نلاقي پیغمبر، اما امتکار معنی کی وها لیخنه که بلکه حسرته کی پیغمبر چه بو به چما وها نات سره من لو را پیغمبر د آیت کادن داجی وقتی که ملت ندهات ندبو مسلمان پریاب خمگین دبو دلی تشوتی بوان خداد گو بسم تمالا خو خرا کرتا کشت
بلكي في نيته هاني بجي يعني جي قحرة زيده جي حزنة زيده خدا تقول خو نبجي يعني أبجي بلكي معناك وساكنوا خامجين ببو احتمالك. ولكن بعد عدة أيام أو حينما انتهى فترة الوحي بدأ الله عز وجل يرسل إليه مرة أخرى الذي أتى إليه في السابق. كذلك الرسول تعجب: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. الرسول قبل ما يرى هذه الآية يقول: رأيت يسلم على السلام عليك يا نبي الله، رفع رأسه شيء ملأ بين السماء والأرض. أخذه الرعب مرة أخرى فأتى إلى المنزل قال: زملوني، أي حطوا علي البطانية يعني. فأتى الوحي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذه السورة المدثر وسورة المزمل تقريبا نفس المواضيع يعني. الله عز وجل يكفي خلاص، انتهى وقت النوم، انتهى وقت الراحة، خلاص ستنطلق. يعني حينما نقول ارمي هذا الذي فوقك من البطانية يعني كأنه خلاص ستنام قليلا من اليوم فصاعدا. النوم قليل أمامك العمل والدعوة والإرشاد، ستدعم كثيرا. فقم فأنذر، خلاص ابدأ. القيام معناه ستتحمل شيئا، تقوم تنذر الناس. وربك فكبر وثيابك فطهر. أمور كثيرة، صاحب العقيدة والمنظر الجميل. طبعا هناك شروح العلماء يفسرون ويفهمون أمورا كثيرة من هذا: طهارة البدن وطهارة القلب وطهارة اللسان، الدعوة والمنهج، أمور كثيرة. بدأ بهذا. فهذه الآيات بداية الدعوة إلى الله عز وجل. اقرأ باسم ربك، هذا بداية الوحي، أنت رسول، وهذا بداية التبليغ. خلاص يكفي إلى الآن، يكفي 40 سنة وأنت بين قومك. الآن بدأ مرحلة الدعوة، أنت ستدعو العبادة إلى رب العباد. پشت چند روزک درباس بو پیغمبر جاره که شدت سال دربایه و دنیره که دنگی که بانکره که سرق بلند که جبرائیل تیسا به شکل خوی ظاهری اصلی پرو باس که ویگل که نابر عرض و عسمان تجی کریه. سلام داده پیغمبر جاره که دی پیغمبر تو ترسط مالت بالحف بابین سرون بطانیه ایجا وحی دی جراحات گوه اوی کتیا بین الحف رب بس هیدی رب مدسر اوی خصية بين الحيف أبي تسرخو ها إذا بي وقت هاد خلاص أبي كاتيا بين الحيف درك بيدي رب وقت خوي خديا. طبعا يعني مدسر شما بي كلمة هاني عالمها معنى اللي يتخند بي يعني وقت خوي شو وقت يسرحت نما وقت الرنشنا مالي نهيدي وقت درفة وقت حركة وقت دعوة وقت جهاد وإرشاد هدي سري تبيشي ادلي تبيشي تي ازيات بديني او وقت هاني بالدين ودعوه بتبليغ وبارشاد تهدي في وظيفاني بكي وقت خوينا ما وقت خوي دي خلاص بو. حتى اياتك هذه ولربك فاصبر كنت بيجا صبر بكجبون خداي خو يعني املت بقولاناي بيشاتها نبل وهات قهرمان مت بخير هاتي دي اشترى صنابج جاي ازيات بدنت صبر بكيجا امانه آية كويدي پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم مرحلة دعوة مرحلة پیغمبري دست بك. طيب أيها الإخوة الأفاضل، من اليوم فصاعدا نحن سنرى حكمة الرسول وتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى الآن الوحي وخلاص، ولكن حتى نعلم وحتى نفهم بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أدبه ربه وعلمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نحن نقول كان مملوءا بالحكمة والعقل والتصرفات صاحب الحكمة. انظروا كيف بدأ الرسول حينما أمره الله عز وجل. الرسول مباشرة لم يذهب إلى الشوارع أيها الناس أنا رسول الله تعالوا إلي، لم يقل هذا. انظروا كيف يعمل حتى نأخذ العبرة، لأنه الأمور الجديدة لابد لها من العقل ومن الحكمة. كيف ستبدأ؟ أحيانا يحتاج إلى أن تظهرها، نحن نقول بالدفوف، وأحيانا يحتاج أن تظهره أو لا تظهر شيئا فشيئا. تبدأ بأقرب الناس إليك حسب الحكمة. سنرى كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل حتى نتعلم ونعلم بأن الله عز وجل أدبه وربه، فهو كان صاحب عقل كبير وحكمة كبيرة.
وقبل كل شيء كان رسولا من الله عز وجل. قالوا جماعة بيشتكوا في آياتش پیغمبر هات إجازة أنا بيدا هنا كي تماشي حكمة پیغمبر بكن زانبو ناوي يعني بزان من پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال لك تصرفاتي وي نوحيبون وحي جرى ند جبرائيل نداد ندقو وهابك أو فهموا فراسته زانبون وعقلك خده دايا في پیغمبر أبي پیغمبر جا دخبتان إيشاوا بك يعني قال لك تشتنا پیغمبر كدر حل وحي جرى ندهاد لخدا وقا فهمك دابي كي قابليتك زانبونك چتكر دمك في آيات هات أمي أنا بخوين پیغمبر نجود نوا كولانا دا نكر قيرا قير قالوا إنسان أس پیغمبرم دورن حزانة تشتكي رحت لنا هركس تقبلناك أم كرديت بجم بدفو زرني يعني بدفو زرني إعلان نكر هنك تشت أسلوبي ويهنا منهج وميثودي ويهنا تيشوا إعلان بكي يعني بيويست كاتب كي قيرا قير بيويست كاتب دنجي خناكي أمي أنا تماشا بكم پیغمبر بچه حكمتي بچه زانبوني بچه عقلي دين خواده رابوش كراغو يعني أبانات درس مهم. طيب الرسول كيف كان يعمل أو كيف عمل؟ أولا قال لزوجته خديجة رضي الله عنها أنا رسول الله لم يذهب إلى عمه. شوفوا الحكمة هكذا أولا ستبدأ بأقرب الناس إليك فهي قبلته مباشرة. طيب لماذا هي تقبل؟ لأنها كانت متزوجة من رسول منذ تقريبا 15 سنة ولم يرى شيئا يخالف ما يدعو إليه هذا الرسول حياته مملوء بالصدق والعدل والأمانة. طيب الرجل الذي تزوج معها منذ 15 سنة ولم يكذب قط لم يخدع أحدا هل يعقل بأن يكذب على الله؟ فخلاص هي مباشرة قبلته. وبعد ذلك بنات الرسول صلى الله عليه وسلم قبلنا. إذن بدأ الرسول بأهل بيته زوجته والبنات. وبعد ذلك كان هناك شاب يعيش مع الرسول عمره 10 سنوات علي ابن أبي طالب. الرأي الراجع عمره كان حوالي 10 سنوات. سبب أنه كان يعيش مع الرسول عم الرسول أبو طالب كان عنده أولاد كثير وعنده قلة في المال. الرسول يقول لعمه عباس يا عمي أخوك ماله قليل وأولاده كثير فكل يوم إذا نساعده ربما يقول لا يا أخي عيب هذا أنا أخذ ولد وأنت أخذ ولد وحتى يعيش معنا نخفف عنه. لو دفعنا كل شهر مبلغ من المال له ربما في المستقبل يكون صعب يعني أنت ابن عمي وتدفع ابن أخي كل شهر تدفع يا عمي خلي علي يكون معنا طفل صغير لا بأس. فالرسول قبل هذا وهو وعمه الرسول أخذ علي أظن عمه وأخذ جعفر يعني حتى يخففوا عن أخيهم أو عن عمه أبا طالب. فسيدنا علي كان يعيش مع الرسول وهو صغير أي فتح عينه كما نقول باللغة العربية بدأ يفهم وهو مع الرسول فلم يرى غير الصدق والأمان من الرسول لذلك هو كذلك استجاب لدعوة الرسول فأصبح مسلما. إذن هو أول الأطفال المسلمين أول طفل أو أول شاب أو أول ولد عمره حوالي 10 يدخل في الإسلام هو علي وأول امرأة هي خديجة وأول البنات بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا احفظوا هنا. پیغمبر رابو چکر قالوا جماعت دست بکر دین خدا گو اولش کرا گو نچو برازای خوب بسمام خوب برازای تنگو اقربا کرا نگو اولا چو جنا خورا گو خدیجه را گو والله اس پیغمبر خادمه خدیجهش خون حتی انا قالك تشتاش پیغمبر دیتیه عدالتاوی مرحمتاوی صدقاوی امانتاوی درستیاوی باشیاوی چاوش خدیجه را گو خدیجه گم تقبل کر. اولا خدیجه جن داوی کچه پیغمبر هر شرکت چی بیو که هبون عمری هم ادارت کرد یعنی 15-20 منچ قابون اواناج نبون بیست اواناج پیغمبر قبول کرد علیه الصلاة والسلام. و علی کره ابو طالب اوج مالا پیغمبر داد ما علی عمری تقریبا ام بیجن لگور روایت راست عمری نزن 10 سالی بو يعني بچوک نبو قال لك 10 سال بو علی مالا پیغمبر داد مازن بو چم که ابو طالب پشکی فقیر بو پری کیم بو اوج زاروکی قال لك بون اجا پیغمبر روزه که جا پیغمبر عباس راد بيجي مو عباس بیاد به حیره پریته هنه و ابو طالب برايته پریتنن و زاروکی گلکن ورن الزاروك کی کره کی بین مالخو تجي حبکی بین مالخو آلی که باری سبک بکن لورا پشکی زحمت بو هرمه پشکی پره بده که هرمه کی پره بده بلکی تنبه
ولكن اما خواردنك چه بو تو خواردنك استی حبره چه کی آچارش ده جی چارش کارته بیت بخو ایجا حضرت علی مال پیغمبر نمازم بو و گلک راستی و تشتی پیغمبر دیت بو بفی خبردان بچوک اوجی بو مسلمان ابیاجی زاروک بچوک علیه ای کمین جنا عول بو مسلمان خديجة وكاتش پیغمبر ويكي دينش. وهناك كان خادم أو الرسول تبناه زيد ابن حارثة، كان أولا يقول زيد ابن محمد، فكان عبدا عند جاء خديجة فأهدته إلى الرسول، هو كذلك دخل في الإسلام، ونحن نقول أول العبيد الذي كانوا عبدا يعني، فبعد ذلك الرسول حرره وتبناه قال هذا ابني، إلى أن أتى الله الوحي من الله بأن التبني ممنوع، فهو كذلك من أول من دخل في الإسلام من العبيد. وهناك رجل آخر صديق للرسول صلى الله عليه وسلم أصغر من الرسول بسنتين، أبا بكر رضي الله عنه، كذلك نحن نقول من الأحرار من الرجال الكبار، أول من دخل في الإسلام الرسول. شوفوا الرسول عفوا أبا بكر، الرسول كيف اختار أقرب الناس إليه. أبا بكر كان أقرب الناس إليه، صديق يحب كثيرا، فالرسول لذلك لم ينسى هذا التصرف من أبا بكر، فكان يقول للصحابة خلي بالكم من أبا بكر، إياكم والاقتراب، لا تقتربوا من أبا بكر. كل الناس اعترضوا علي حين الإسلام إلا أبا بكر، فإنه مباشرة قال قبلتك. الرسول يقول أنا رسول، يقول مد يدك. كل الناس كان له تردد، أخذ والعطاء، فكر وهكذا الاعتراض، إلا أبا بكر. الرسول لم ينسى هذا، فيقول خلي بالكم من أبا بكر يعني، فهو كان قريبا من الرسول، كذلك هو دخل في الإسلام. إذن هؤلاء نحن نقول الأساسيون الذين دخلوا، وبعد ذلك هم بدأوا بنشر الإسلام. في الدروس القادمة سنقرأ ماذا قدموا للإسلام، خديجة من ناحية، زيد من ناحية، علي من ناحية، أبا بكر من ناحية، كيف أعانوا الرسول. إذن كان الرسول صاحب حكمة، اختار أنسب الناس. لذلك الرسول يقول صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لأصحابي حتى يعينوه. پیغمبر صلى الله عليه وسلم جناوي كتشيوي علي كرة أبو طالب داوي حبكي خدمتكاري ويهبو ناوي زيد كرة حارثة، أو جا كولي پیغمبر بخدمت شيوان بو أو جيبو مسلمان. داوي كيبو مسلمان علي كرة أبو طالب، عفوا أبو بكر الصديق، من ناف قصد. أبو بكر دوست پیغمبر بو، هوال پیغمبر بو، 2 ساله بتنش پیغمبر بچوكتر بو. قال لك جهاف حست كرن رحي وان نزيكي مساكنو بيجن، رحي نزيكي رحي پیغمبر بو، شپاكيتي انسان كي محترم بو، دروانت كر، حلالت كر، يعني افندي بو، انسان كي باش بو. دماغ پیغمبر ويديد گو ابو بكر گو خادم كريا پیغمبر گو قد است قبولك اوقا ثانيه كي درج نكر اوقا، يعني پیغمبر لو ما في ميرانيه ابو بكر في پاكيه دلي جبير وانكر بزمان را جانا صحابه جانا تاي صحابه مناقشاتش مشتات کرد دگو امنها ابو بكر خبر ندن من تكليف اسلام اللي كيكر دفكري احتراز كر سؤال وجواب اكيد كر تشتكي دگو فقط ابو بكر بي خبردان قبول كر. آية وجه هبه ابو بكر پر دل مدا شيرينه يعني، چونكي شخصا كي قضاكو بي شك وشبهه بي سؤال اشتا يقين بك بجا تقول چيز دقال تما اشتا يقين دكم في وقت كيف تقلك تتبجي دماغ في انسان قالك من حستك حساب كتياري جم شخصا كي تبجا سينكي برات خوازم اگر کو قالك دوسته تبد بيت چقد خوازي سرچعب من هاشتا از كفيل ناخوازم غارانتي ناخوازم ددته وتبر محتاجه براي اف انسان هانه قد وجبير واناكي لورا اند روجك تو محتاجه برابوي اليكاريش ترى لازم بو افيا بدلك مازن شتا يقين كرزامو تدزيه ناكي حيله ناكي قلت چقد خوازي از بدمته چقاسا كيف انسان ته ادمك هر کسش پیغمبر گوت دروات کیت نراستی ابو بكر الصديق بخبردان قوالش پیغمبر را گو تو پیغمبرم تقبل کر، يعني دريج نه پیغمبر گو از پیغمبرم گو کس تقبل کن که برادخه کی كتب ناوي يعني او قصا علامته کی مازنه کو في انسان جنب پیغمبر قیمت بو و پیغمبر جه حست کر صلى الله عليه وسلم. اقول لكم امرا حول ابا بكر، عمره كان قريب من عمر الرسول، 2 أصغر من الرسول، فأحيانا طبعا الناس كانوا يقولون أنت كم عمرك وهذا كم عمره،
فأحيانا كان أبا بكر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنت أكبر مني وأنا أسن منك. أسن يعني أنا عجوز أكثر، أدبا للرسول، لا كان يستحي أن يقول أنت أكبر وأسن يعني أنت عجوز، فهو يقول أنت أكبر وأنا أسن، أنت أكبر مني ولكن أنا اختيار. يعني انظروا إلى هذا الأدب، كيف كان يحب الرسول ويتكلم مع الرسول، أنت أكبر وأنا أسن، أنت كبير، المفروض الذي يكون كبير في العمر يكون أسن كذلك عجوز، ولكن أدبا كان يقول لا أنا عجوز، أنت كبير وأنا عجوز، أنا اختيار كما نسميه. يعني أبو بكر أخلاقه كيوي برهبو أدبك مازن پیغمبر بريا حس کرد إذا تدي أم جانا إنسان أم توبت بن أم عمرته چقاسه جانا عمره في سؤال كنش بنا بشكي قرات يا خوب كن مثلا يكشتا ماستر به أوه ده اختيار بوي بشوكتر بقى هي تزاروك يا مهاد بيجن إجا طبعا صحابة جاوش بسلمان وجبوا على عمره هفتكر أنت چقايت الجين جيت بشوكي إجا پیغمبر أبو بكر عمر تقولن أبو بكر پیغمبر تقول تماستري أسبيرترم تماستري ما ظنت پیغمبری خدای اللي از اختیار ترم يعني از ده پیر بومه چقدر ادبك خوش تيد عرفوا عادات هذا يك عمري ما ظن باختيار ترجلو پیر تره اما تقولات ماستري از پیر ترم از اختیار ترم عيب تذكر كش پیغمبر بيت اختياريش تقولت ما ظني اللي از اختيار از دو صلاش پیغمبر بشوف تربو ابياجي حسكرنا وياش پیغمبر صلى الله عليه وسلم. امر اخر اقول لكم ايها الاخوه، والحكمة ضالة المؤمن، تبحث عن الحكمة. فمعظم مفكرين الغرب هذا ما نجده عندهم يقول شيئا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، الغربيين الذين لم يدخلوا في الإسلام ولكن يعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أبسط دليل على أن محمدا رسول الله هو إيمان أقرب الناس إليه، لا داعي إلى شيء آخر، أقرب الناس هم يعلمونك كثيرا. فزوجته آمنت به، أولاده آمنوا به، صديقه آمن به، إذا كانوا يعلمون بأنه صادق. كثير منا نحن أحيانا نقول شيء زوجتنا لا تصدق، لا تصدق والله لأنها قد رأت الكذب منا كثيرا. الأولاد لا يثقون، يقول يا بابا والله كل يوم أنت تقول كلمة يعني يكفيك هكذا، سمعنا منك هذه الكذبات كثير. يعني صديقي يقول يا أخي علي تضحك، كما هناك كلمة مشهورة يقول فرعون قال أنا ربكم فقال همان على همان يا فرعون، يعني تضحك علي أنا عارف أن أنت يا أخي. ولكن انظروا أقرب الناس إلى الرسول آمنوا به، أقربهم لم يروا منه خلافا، فهذا علامة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. الغربيون هكذا يقولوا، مفكرون الغربيون، نحن أخذنا هذا الحكمة منهم، يقول لو لم يكن هناك معجزة ولا شيء يكفيه علامة على صدقه إيمان أقرب الناس إليه. زوجة تصدق بدون شيء، صديق يصدق، أولاد يصدقون، العامل الذي يشتغل عنده يصدق. كثير منا نحن نأتي إلى المسجد ونجلس في الصف الأول، ولكن عندنا عمال في المحل يشتغلون نظلمهم. في المسجد ندعي الحرية والعدالة والرحمة والأخوة وهكذا، ولكن في العمل نظلمه، نأكل حقوق الناس. العامل لا يصدق، ولكن خادم الرسول آمن به، زوجته آمنت، صديقه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب ثقة بين الناس، لو لم يكن هناك دليل غير هذا يكفي. نرجو الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والأمانة، وأن نكون صادقين حتى أقرب الناس يصدقوننا فيما نقول من الحق، لا نقول من الكذب. تشتكي دني قالوا جماعتي زاناي أوروبي، زاناي وان هناك تشتا عقلي إنسان نوكه قال لك وانا أوروبي، هنا تشتي خوش تبجن در حق پیغمبرتا، إنك كتابي وان هناك جوان بنا مسلمان، هناك نبونا مسلمان، أما عقلي وان تشتكي دي وكا منا فكرن جانا أو تشتي دي تفكرن أو شخاد بين دبي اگر تو دلیلک ها پیغمبر اب محمد هانی اوت بجن محمد پیغمبر تو دلیلک تنبه فقط ایمان وان انسان در دوراوی پیانین او بتنه بسکو علامت بیا پیغمبر خدایه دبي جناوي بي خبردان يقين كرجن كاتشوي قبول كرن آموزا بسمامي علي بسمامي دهاتت زاروكي كي قبول كر خدمتكاري وي زيد كوري حارسة قبول كر هوالي أبو بكر قبول كر أن هوالي نزيك دبي إنسانة كي
درستیاوی کی دزانه و امج ندرستیاوی راستیاوی کی دزانه ای نزیکی وی دزانه گلک جاره ام هنگی تشتات کند بیجن جنا مجمع یقین ناکه یقین ناکه دروانه که والله دزانم تبیت کاری حلال مرت بکی تنکاری المبکی اولاد گلک جاره ام اولاد خورا تشتات بیجن تای بابا والله زامت نراست خبر دی اما حیث کدنگی خوب کلو هوالت برادر تشتاش خلق رات بیجن دبی عرج ملت را بیجن نجم را نبیت حیلت نکاری المبکی از هوالت ما زانم تشوكا ريفيت قصة حيلتك يعني فقط تماشا كن وان انسان ايمان پیغمبرانه دمكي پیغمبر راست بو درست بو امين بو حتى جنه به خبردان جه يقين كر حوالي جه يقين كر اسمامي وي كچوي اوي دليل اني تنه باسكو بيج اف پیغمبر اني براستی پیغمبر خدايه قالك جمم تشتكي بيجن حوالي مجمع يقيناكم قالك ظلام انا بون كتنا بارتي كي براي وان كتي بارتي ادني اواتي بي جماعت ادني چه جماعت ادني ابي بي اف جروب ادي چه جروب ادي ده بري من اظام قصد روحي لا كري والله يدبي مالا ملت اخرا كري يعني جانا برا يقيني برايتنا حساب كده اجا ملت ادي جواب اما اف پیغمبر يعني تماشات کی درکت جنوی قبول کر به خبردان گفت راست بقنده درو کچ خدمتکاری وی حوالی وی خدا عز وجل وها شخصيتك كباك بكنسي بما راستي كباش بدمجي ان شاء الله امجي راسه درست بن حتى انسان نزيكي مجي جما يقين بكن نرجو الله عز وجل ان يرزقنا الصدق والعدل والامانه في القول وفي العمل وان يجعل لنا لسانا صدق في الاخرين نعيش كما يأمرنا الله عز وجل ونموت كما يرضى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.